خطأ في مكان قريب جدا، خطأ في مكان قريب جدا للاعبي المنتخب العراقي. الهدوء، واحد يسدد، ممكن علي عدنان شاف الكرة وشاف الخطأ وطار من أجل أن يسددها. علي عدنان كانت عنده فرص ما سجل فيها، نعطي الفرصة لغيرك يا علي عدنان في الكرة القادمة. علي عدنان يحافظ على كورته، علي عدنان يكثر من المراوغات، علي عدنان يكثر من مسك الكرة يا سيد عبد الغني الشاد. مش ممكن. الكرة الآن ستلعب إلى منتصف الملعب. شوف الخطأ من علي عدنان إلى أين سيذهب الآن. هنا مهدي كامل حط الكرة، علي عدنان ارفع يا رجل، ارفع يا علي. لا يا علي لا، اسمح لي يا علي عدنان تكثر من المراوغات. لو أنا عبد الغني شاد في المقاعد على طول. هذه تسديدة بعيدة تماما. يعني شوف علي عدنان حتى في المكان اللي ممكن تقول انه لازم يرفع الكرة ما يرفعهاش يا ولدي، بل يرفع الضغط للجماهير العراقية في كل مكان وخلف الشاشات وفي المدرجات وفي ادخل يا عبد الغني شاد، خلصنا من علي عدنان يا عبد الغني شاد. مش ممكن يعني، مش اول مرة او ثاني مرة او ثالث مرة، هذه ممكن خامس مرة في المباراة. علي عدنان على اليمين يمر يراوغ، علي عدنان يا علي عدنان يا علي عدنان يا علي عدنان سيفقد السيطرة. عادت إلى السعد عبد الأمير. شوف عبد الغني شاد يتحدث مع الطاقم الفني وكأنه خلاص يعني وصل به الأمر أنه يبحث عن علي عدنان اللي ممكن في المكان اللي يشوف فيه أنه خلاص وصل وقت التمرير في هذه الكرة لكي تصل. تضيع تقبل أهداف، يعني أنت في عالم كرة القدم تضيع يسجل عليك، يعني تجيك فرصة، تجيك الثانية والثالثة في النهاية إن لم تستغل الفرص. في مباراة الدنمارك هذا هو الكلام اللي كان ممكن جعل المنتخب العراقي لم ينتصر. كان بإمكانه أن يلعب بأريحية كبيرة اليوم. أودينيزي الإيطالي في الدوري الإيطالي ينشط هناك مع أودينيزي، لكن في النهاية مش ممكن. علي عدنان صاحب 22 سنة، سعد ناطق يرفع كرة. علي عدنان مرة أخرى يخسر كرة في المنتصف. الآن ممكن همام طارق وحمادي أحمد، ممكن الثنائي المطلوب في اللحظات القادمة في خط هجوم المنتخب العراقي. عبد الغني الشاد وكأنه شاهد طبعا اللاعب علي عدنان. شكرا يا عبد الغني الشاد، وكأنه سمع صوت الجماهير في المدرجات. إذا دخول شركو كريم، وكذلك طبعا سيدخل حمادي أحمد، علي حسني.